صباح النور يا علوي. صباح الفل. دلوقتي عم سعيد عليه حكم نهائي ب3 سنين، واحنا طول عمرنا ولا كان بينا حد عليه احكام ولا كان بينا حد سوابق. ايه ده، في ايه؟ انا قلت اقول لحضرتك قبل ما امشيه. ايوه، عمل ايه يعني؟ وصلات امانه. صلاة امانه. طب اندهولي. عم سعيد تعال. ايه يا عم سعيد؟ معقول يا عم سعيد؟ تعالى حقك هنا. عليا بيه، حقك عليا بيه، ووعدك اني مش هتشوف وشي هنا تاني. انا مش قصدي كده يا عم سعيد. ازاي يحصل لك حاجه زي دي وما تقوليش؟ كسبت يا بيه. كسفت من ايه؟ امال الفلوس اللي بتقبضها دي بتعمل بيها ايه؟ جبت بيها جهاز لبنتي عشان اجوزها. الوصولات دي بكام؟ 40,000 يا بيه. طيب روح الحسابات دلوقتي يقبضهم من هناك. معقول يا بيه؟ يا عم سعيد، ده انت مربينا، ما تقولش الكلام ده. ربنا يخليك لينا يا بيه. ربنا يكرمك يا حبيبي، يلا اتكل على الله. يا محمد، عم سعيد هيجي لك دلوقتي، اديله 40,000 جنيه من حسابي. من حسابي الشخصي. خلاص افهمك بعدين، يلا. لا حول ولا قوة الا بالله. وما ردتش عليه ليه ان شاء الله؟ ارد عليه اقول له ايه؟ بصراحه الراجل عنده حق في كل اللي قاله. انا لو رجع بيا الزمن لورا ما كنتش فكرت اصلا في ان اقتله او اقتل بنته او حتى معاداته. كنت اديته نسبتي كلها، بس قفلت عليا بيتي وعشت في سلام. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا ما كانش ينفع. لا ينفع. تقدروا تقولوا لي انا استفدت ايه؟ وصلت لنفس النتيجه، بس بنتي مش معايا ومش عارف طريقها وعليها طار وسمعتي في التراب. بابا والنبي ما وقت الكلام ده، احنا لازم نتصرف كده، هنشحت ومش هنلاقي ناكل. كله بسببك. كله بسبب انا؟ كله بسبب بنتك. حسبي الله ونعم الوكيل. اتفرجي واتعلمي. معجبة بيه صح؟ ايه رأيك؟ بصراحة مش عاجبني. انت اتهبلتي في مخك ولا ايه؟ هو ايه ده اللي مش عاجبك؟ انا فريدة عسل. عارفة يعني ايه فريدة عسل؟ يعني لو حطيت اسمي على قصاقيس قماش هتتباع بألوفات. حضرتك عايزين اضحك عليكي؟ بصراحة وحش. وحش ايه يا بيئة يا بلدي انتي؟ بصراحة بقى كمان التطريز بتاعه ده اوفر. اوفر يا اوفر. تفهمي انتي ايه في التطريز عشان تقولي عليه اوفر؟ ايوه، اللي زيك يا حبيبة قلبي ما تفهميش حاجة غير في الجردل والخيشة والمسح والكنس. امشي يا بنت غوري من قدامي. كتر خيرك يا استاذة. عموما هو لو حضرتك بدلتي الذهبي ده بفضي والتطريز ده كله قل شوية واتحط مثلا على الكتف ويطول شوية، يعني انا حاسة انه قصير جدا، يبقى تحت الركبة هيبقى احلى بكتير. لا ده انتي اتهبلتي رسمي. بقولك ايه، اهو ده بقى اللي ناقص. انتي كده بتنظري. ناقص تديني محاضرة كمان علشان ازاي اعرف افصل، ازاي اعرف ارسم باترون. غوري يا بت، امشي من قدامي، انتي حرقتي دمي. اعملي لي ليمون يلا. انت حرة يا استاذة. طبعا انا حرة. عبيطة دي ولا ايه؟ عايزة تعلميني انا؟ نفسي اعرف اللي زيك ناقصه ايه عشان يضحك وينبسط. ناقصه ان ابن عمته الرخم ينزل من على ودانه شويه. ماشي يا عم. اوعى يكون الموضوع القديم لسه في بالك. ولا قديم ولا جديد يا عم، ولا فارق معايا اصلا. انا قلت استحاله يكون مضايقك لغايه دلوقتي. ما كانتش ست خاينه يعني. ان ياما عدى علينا الاشكال دي. وعشان كده بقى مش فارق معايا خالص. امال ايه؟ مالك في ايه؟ مفيش. مبسوط شويه. مبسوط؟ يبقى في حاجه جديده؟ يعني تقدر تقول كده. انت بتهزر؟ اه والله.
بنت مين في اسكندريه؟ ولا اعرف بنت مين ولا منين ولا اعرف عنها حاجه خالص. وما تعرف عنها ايه؟ اعرف اسمها وعرفت بالصدفه كمان. اسمها. ايه رأيك بقى في الفستان الحلو ده؟ هيبقى تحفة جنان عليكي. مش عارفة يا فريدة، حاسة انه اوفر قوي، مش ستايلي خالص. اوفر؟ ليه بتقولي كده؟ كتيرة قوي الحاجات اللي فيه دي. ده غير انه مش ملائم خالص، ولا المنصبي ولا للحفلة اللي انا رايحاها. انا رايحة حفلة لليونيسيف يا فريدة، مش رايحة فرح. حضرتك احنا ممكن نشيل التطريز ده كله ونخليه بدل ما هو ذهبي يبقى سيلفر، ونخليه على الشولدر يكون ابسط، ونطوله طبعا لانه هو قصير قوي، يكون تروكار او عند الانكل، هيكون احلى. انت عبيطة ولا بتستعبطي؟ مين قالك ومين أذلك انك تفتحي بقك وتطلعي لسانك وتتكلمي؟ سيبيها يا فريدة. هو ده على فكرة كان اقتراح أستاذة فريدة، بس هي يعني كانت قلقانة تقوله لحضرتك عشان ما تشتتكيش يعني، وكانت فاكرة طبعا إن المناسبة فرح. طب ليه ما قلتي ليش يا فريدة؟ هي قالت لك. انا في الحقيقة ترددت كتير قوي اني اقول لك، وبصراحة ما كنتش متأكدة من انك هتوافقي يعني. بصي حضرتك هو هيبقى كده. واو، هايل. انا موافقة جدا على الفكرة التحفة دي. الحمد لله. خلاص انا هنفذهولك كده بالظبط. انتي ازاي رسمتيه بالسرعة والشطارة دي؟ هي ما رسمتش حاجة، هي يا دوب شفت من على الورق اللي أنا كنت رسماه. بس إيه رأيك؟ كده أشيك، مظبوط؟ بصي، أنا قلت لك قبل كده إن التطريز ده كان كتير قوي قوي. قلت لك إنه أوفر، وقلت لك إنه بلدي، ما سمعتيش الكلام. وقلت لك إن الفستان برضه قصير، ما سمعتيش الكلام. كده بقى تتفضلي تشوفي اللي وراكي. اتفضلي، مع السلامة. اتفضلي، مع السلامة. يلا ما تتنحيش. يلا شوفي وراكي ايه. بعد إذن حضرتك. شوفي انا هنفذهولك كده، وبعدين انا شايفة كمان ان احنا نعمله يا اما تروكار يا اما على الانكل. ده اعتقد انه هيبقى مناسب جدا للحفلة اللي حضرتك رايحة. والعيش والملح اللي هرجعها لك واخليك تكتب عليها كمان. طب انت هتستعبطني يا حسام؟ انت فاكر ان انت هتشتغلني؟ طب انت عارف اختك فين؟ راحت، جت منين؟ لا، بس كلها كام يوم وهعرف. ومعلش انا عايزك تكلم ابوك، قول له ما ينفعش اللي هو بيعمله ده، ما يصحش يرجع في كلامه بعد ما اتفق. وصح اللي انت عملته. طب واحنا ذنبنا ايه؟ ذنبكم انها بنتكم. ذنبكم ان انتوا ما عرفتوش تربوا بنتكم. طب خلص الحوار ده عشان المايه ترجع لمجاريها. ما فيش ميه ترجع لمجاريها. ولعلمك انا مش عايزك عشان خاطر ترجعها لي، لا. انا هعرف ارجعها. مش هرجعها عشان انا عايزها، هرجعها عشان خاطر اغسل اسمي. ورطتيني، الله ينتقم منك يا دليده. ليه بس يا أستاذة؟ هنفذ الفتي اللي انت قلتي عليه قدام الست ده ازاي؟ أنا هعمله. انت هتعرفي تنفذي اللي انت قلتي عليه ده؟ والله هعرف. فشارة وكدابة. ده انت ناقص بقى تيجي تشتغلي مكاني، ولا اقول لك اكتب لك الاتيليه باسمك وانا اشتغل عندك. ايه رايك؟ لا العفو يا أستاذة، أنا كنت أقصد إن أنا يعني أقدر فعلا أعمله. طيب هنشوف. يعني انت هتعرفي تنفذي اللي انت قلتي عليه ده؟ اه. شكلي كده هعتمد عليكي كتير قوي يا دليل. انت عارفه يا بت، وانت عماله تتحشري كده في الكلام زي البقدونس ولسانك مسابق لساني، كنت هقوم اديكي حته علقه وكنت هلطش لك 100 قلم على وشك. لكن بعد شويه عجبتيني لما قلتي ان الاقتراحات دي اقتراحاتي، اقتراحات الاستاذه. ما أنا خفت بقى يا أستاذة الزبونة تروح من حضرتك. شاطره. خايفه على اكل عيشك صح؟ خايفة على حضرتك كمان. ربنا يخليكي يا دليده. ازي حياتك يا أستاذة فريدة؟ اهلا، ازيك يا نسرين؟ عامله ايه؟ انت كويسه؟ بقول لك ايه، نفذي اللي احنا اتفقنا عليه. حاضر. وانا هروح اطمن الزبونه. نسرين،
مالك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ وحشتيني. في ايه؟ اصلا عرفت حاجه وانتي لازم تعرفيها. في ايه؟ خير، ما تقلقنيش. مدام انجلا طردت لطيفه من البنسيون، ولطيفه من ساعتها وعماله بتدور وراكي ومستحلفالك. طب وهي وصلت لحاجه؟ لا ما وصلتش، بس البت دي سوا وهتوصل. طب هي تعرف ان انا هنا؟ ما تعرفش. ربنا يستر. دليده، خلصتي اللي في ايدك ولا عماله ترغي؟ يا ترى يا ادهم انت عايز تلاقيها عشان تاخد بطار اختك وترضى ابوك وامك، ولا عايز تلاقيها عشان وحشتك محروق منها عشان ضحكت عليك وهربت، ولا عشان حرمتك منها نفسك تشوفها عشان ترفع مسدسك في وشها، ولا عشان تبص في عينها؟ انت مين فيهم يا ابني؟ حدد انت مين عشان تقدر تكمل. حدد انت مين عشان تعرف تعيش. يا دليده، يا دليده. ايوه يا استاذه. اتطرشت يا زفت تطيني. انا اسفه. انا اسفه ايه وزفت ايه على دماغك بس؟ انا اسفه قبل ما خلصته. خلصتي ايه؟ الست قاعده من بدري. تعالي ورايا، تعالي. اسفه بلا زفت. تعالي يا دودو. ادخلي يا دليده. اهلا وسهلا. ازاي وري حضرتك؟ الهانم احنا تعبنا قد ايه في الفستان. اوه، لا كده اقدر اقول اني لابسه من عند فريده عسل. على فكره اتيليه فريده عسل هو اللي بيتشرف ان حضرتك زبونتنا وبتلبسي من عندنا. يجنن. ميرسي يا حبيبتي قوي. ما تتصوريش اخد مني وقت ومجهود قد ايه عشان يطلع بالحلاوه دي. مجهودك واضح يا فريده، وبصراحه المنوته الاموره دي كان لها دور. ميرسي على ذوق حضرتك. ميرسي وعلى ذوق حضرتك ايه؟ جرى ايه مالك؟ وانت هتصدقي نفسك ولا ايه؟ على فكره لو ما كنتش انا اللي اشتغلت على الباترون ما كانش طلع حلو. هي سلمتني الباترون كله اخطاء، انا اللي صلحته. يا ستي ما تحبطيهاش. انا بس مش عايزاها تتمرع عليا. انا بحب كل البنات اللي زيها وما ببخلش عليهم باي معلومه، عشان لما ربنا يكرمهم ويبقوا ديزاينرز مهمين اشوفهم افرح بيهم. يلا يا دليده روحي افطري، اعملي ساندوتش وكوبايه شاي بلبن، انتي تعبتي معايا النهارده. اتفضلي يا روحي. يلا يا دليده يلا. اتفضلي الفلوس. تزيد والله. ميرسي. ومن فضلك ادي دول للبنت. دول للبنت؟ ايوه. يلا يا حبيبي عشان تنزل تتفرج على الفستان. انزل ايه وفستان ايه؟ انا عندي شغل يا ماما. ليه يا حبيبي؟ 5 دقايق مش هاخد منك والنبي عشان خاطري. يا ماما عندي شغل والله مش هينفع. اوه حتى تختار معايا فستان فرح اخويا. يلا عشان خاطري عشان خاطري يا اختي. يلا يا حبيبي يلا. يلا بقى فستان فرح اخوها كمان. يلا بقى. يلا يلا يلا, يلا حبيبي. لا 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 الاتيليه نور. اهلا اهلا يا سوزي هانم. اتفضلوا اتفضل. اتفضلي. وزاتري جونسي. اتفضل يا علي بيه اتفضل. وحشتيني بجد يا فريده. والله حضرتك اللي وحشتيني اكتر بجد بجد. الاتيليه نور. ازيك يا اموره؟ حبيبتي عامله ايه يا فريده؟ الحمد لله يا روح قلبي. اهلا منور يا علي بيه. نوري. ها تشربوا ايه؟ انت يا زفت الطين يا اسمك دليده. معلش انا اسفه جدا. البنت دي ايوه يا دايماً استاذه. تعالي هنا شوفي الهوانم واللي بيشربوا ايه. دليده هو انتوا تعرفوا بعض؟
تعرفها منين؟ ما هي دي البنت اللي قلت لحضرتك عليها يا امي، اللي اتعورت عشانها. انت اتعورت وبهدلت نفسك عشان واحده كناسه؟ ايه يا امي الكلام ده؟ يعني ايه اتعورت عشان واحده كناسه؟ اتعورت عشانها، ولو اتكرر الموضوع مليون مره هعمل نفس الحاجه برضه. وبعدين دي واحده بتشتغل بما يرضي الله، والشغل لا هو عيب ولا حرام. جرى ايه؟ جرى ايه يا علي؟ هتديني درس في الاخلاق ولا ايه؟ انا اسف يا امي، بس احنا برضه ما ينفعش نجرح الناس بكلامنا. خلاص يا جماعه عشان خاطري. انت مالك انت اصلا بتدخلي بيني وبين ابني ليه؟ في ايه يا ماما؟ الله، استهدوا بالله يا جماعه. انتوا هتقعوا في بعض عشان واحده زي دي؟ امشي غوري في داهيه، الله يخرب بيتك. امشي غوري في نسيبه. عاجبك اللي بيحصل ده؟ ما ينفعش تكلم مامتك بالطريقه دي. وانت مالك انت؟ ماشي. اوكي يا فريده. طب والفساتين؟ طب انا اجيلك اعمل لك بروفات وديني اللي امسح لك بيها الارض. تعالي هنا. نعم. تمسحي الارض بمين؟ دي برضه والدتك ولازم نرضيها. ما تقلقش، دي في عينيا، ده ليه ده في عينيا. الله يخرب بيتك يا دليده، مطرح ما انت قاعده وانا كان مستنيلي فين ده بس يا ربي. ده انت ليلتك سودة يا دليده، يا دليده انت يا زفته اللي اسمك دليده. دليده انت يا نيله. يا ست ادفع اللي انت عايزاه. 50,000 جنيه كويس؟ لا على شرط تجيبها لي قدامي. اقدر اكون عندك في اي وقت، النهارده بكره اي وقت. مكانك فين؟ اسكندريه. ماشي تمام. هو انت عرفتي الحوار ده منين؟ اللي يسأل ما يتوهش. لا بجد عرفتي منين؟ الموضوع طلع مغرق الفيس. اتقصت كده لغايه ما اتعرفت على بنت من منطقتها، هي اللي عرفتني على ابن عمها. ما انا كنت فاكره زيك كده، مش الموضوع طلع تشابه اسماء. طب ولو قلت لك عشان خاطري ده بنت غلبانه وجايه تاكل عيش. لا حقي مش هسيبه. وهي عملت لك ايه يعني؟ عملت حاجتين، الاولى لما حطت عينيها على حاجه مش بتاعتها سماحه، والتانيه هي كانت السبب في طردي من البنسيون. والله ما ليها ذنب في حاجه يا ستي. انا واحده ظالمه، انتي مالك؟ انا راضيه. بقول لك ايه، على البنسيون بتاعكوا يلا. احكي لي بقى، فضفضي لي، وقعتي علي صقر ازاي؟ عندك فكره ان الولد ده بنات اسكندريه كلها هيموتوا عليه؟ انا ولا وقعته ولا حاجه يا استاذه. انت هتعمليهم عليا يا بت؟ صدق اللي قال تحت السواهي دواهي. ما تتكلمي. والله ابدا يا استاذه، انا عرفته بالصدفه. اليوم اللي وصلت فيه اسكندريه وركبت الميكروباص كنت هتخطف، وهو اللي انقذني. بعد كده شفته بالصدفه كام مره بس كده. يعني انت عايزه تفهميني ان انت ما تعرفيش ده مين وابن عيله مين وبيعمل ايه؟ والله ما اعرف، ده انا حتى اسمه عرفته بالصدفه. يعني ما تعرفيش انه اغنى واحد في اسكندريه وجده كمان اغنى واحد في البلد؟ ولا اعرف ولا فارق لي. افتحي قلبك كده وما تستعبطيش. قولي لي الحكايه واصله بينكم لحد فين؟ بقول لحضرتك انا ما اعرفوش، انا بشوفه بالصدفه. صدفه انت اللي مرتباها صح؟ هو اللي مرتبها. هو؟ ورحمه امي هو. يا بنت الايه، عندك فكره بقى؟ لو الصدفه دي هو اللي مرتبها يبقى حطك في دماغه، ولو انت شاطره وجدعه وبنت ابوكي تتجوزيه، ويا هناك يا سعدك لو اتجوزتيه هتروحي في حته تانيه خالص. هتعيشي في القصور
وتتهني زي الملكات والاميرات. يا استاذه انا ولا عايزه اتجوزه ولا ليا علاقه بيه اساسا. يا اختي تنيلي، هو انت تطولي؟ طب على فكره بقى، انت حاجه من الاتنين، يا عبيطه يا بتستعبطي. يا امي اهينك ايه وهزاك ايه؟ انا هعمل كده برضو؟ ايوه، هنتني وهزقتني واحرجتني قدام الناس. كل ده عشان مين؟ عشان حته خدامه؟ خدامه برضو؟ بتقولي خدامه؟ هو احنا من امتى بنتعامل مع الناس كده يا ماما؟ وبعدين دليده دي بنت محترمه جدا على فكره. هو في ايه يا علي؟ مالك منفعل ومحروق قوي كده عشانها؟ هي تخصك في ايه البنت دي عشان تنفعل عليا انا عشانها؟ انا مش منفعل. لا منفعل. هو في ايه؟ في ايه انا ما اعرفوش ومخبيه عليا؟ في ايه بينك وبين البنت دي؟ لا مفيش حاجه بيني وبينها. امال في ايه؟ مش عارف، بس شكلي بحبها. يا نهار اسود، بتحب دي؟ اه بحب دي، مالها؟ بقى بتسيب بيري بنت الناس وتحب دي؟ اه سايب بيري وبحب دي، على الاقل بني ادمه حقيقيه. حقيقة ايه؟ البنت دي عامله لك ايه بالظبط؟ بتضحك عليك عشان تاخد فلوسك؟ هو انت بتتكلمي على مين؟ اكيد تقصدي بيري. بيري؟ لا انت هتجنني، كفايه بقى حرقت دمي. طب خلاص اوعى يا ماما اقعدي بس. اوعى. ماما الهم بقى. اهلا وسهلا، اتفضلي يا هانم. هي هنا؟ لا يا فندم، وزعتها عشان نعرف نتكلم. انت عارفه كويس يا فريده ان علي اهم حاجه في حياتي. طبعا مفيش كلام، وفي اغلى من الضنا؟ واللي يقرب ناحيه علي انا ممكن اعمل فيه ايه؟ اكيد طبعا. طيب انا مش هطلب منك لا تمشيها ولا تقطعي عيشها ولا توقعيها في مصيبه. انا كل اللي هطلبه منك انك تفهميها وتعقليها كده انها لو فضلت مصممه على اللي في دماغها هتتاذي مني جامد. على ايه بس يا هانم؟ ما خلينا نخلص، تغور في نصيبه تاخدها، ده احسن لك واحسن لي واحسن لعلي بيه. ده هو ورع ده ايه؟ انا عايزاها تفضل تحت عيني. حاضر، تفضل تحت عينك يا هانم وباسرع وقت. انا اول مره اطلب منك حاجه يا فريده، واظن بقى لما انت بتطلبي حاجه عمري ما اتاخرت عنك. طبعا يا هانم، اللي تأمري بيه. حضرتك ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. والله هعرف غلاوتي دي لما تنفذي. حاضر. خير يا بابا. خير يا تم. عرفت ان بنت سليم لها جرايم شدها من ناحيه امها في اسكندريه في الانفوشي. يعني هناك عندهم؟ احتمال كبير. ودي معلومه ولا تخمين؟ لا معلومه، وصلت لها بالعافيه. بس انا عليها ازاي؟ الانفوشي دي كبيره جدا. هتوصل لها يا ابني، انا هديك الاسم وانت هتدور وهتوصل. صاحب الحج دايما طريقه سالك. تعالي يا بنت، تعالي. بجرجر ايه؟ في ايه؟ خايفه كده ليه وجسمك كله بيترعش؟ اقعدي. بصي حبيبتي، انا اكبر منك في السن وافهم عنك. انا اتمرمطت كتير، انا جبتها من تحت السلم، شفت كتير وعاشرت ناس كتير وطبقات كتير. الناس دول بالذات انتي مش قدهم، شوكتهم قويه يا حبيبتي، دول ممكن يأذوكي ومش هتاخدي في ايديهم غلوه. طب ويأذوني ليه؟ انا عملت لهم ايه؟ وانا اقول ايه بس يا ربي؟ هقول دور يقولوا حلبوه؟ علي ابنهم ده اغلى حاجه عندهم، ده نن عينيهم من جوه، ابعدي عنه خالص. انا اساسا ما قربتلهوش. دليده لو حلفنا لهم انا وانتي على الميه تجمد ولا هيصدقوكي ولا هيصدقوني. طب انا اعمل ايه؟ بنت انتي بقول لك ايه، ما تغلبينيش معاكي. الست مننا لما تحب تقرب راجل بتقربه برمش عين، ولما بتحب تبعده بتنطره بعيد عنها خالص.
حضرتك فهماني غلط خالص. انا فاهماكي صح يا دليده، عشان خاطري انا. انت ما تعرفيش انا عملت قد ايه عشان احافظ لك على شغلانتك دي، وما تعرفيش سوزي هانم هددتني قد ايه. على فكره بقى، انا وعدتها ان انت هتبعدي عن علي خالص. عارفه لو ما بعدتيش عنه ممكن تعمل ايه؟ مش بس هتأذيكي، دي ممكن تلبسنا قضيه، دي ممكن تشمع لنا المكان. حاضر، انا هخلص الموضوع ده. شاطره يا دليده، كنت عارفه ان انت طيبه، مش هترضي لي ابدا الاذيه. لا طبعا ما يرضينيش، حتى لو ماليش ذنب انا هبعده عني خالص. جبت لك بقى معلومه يا ريس ب1,000,000 جنيه. قول واخلص. اخت حضرتك. مالها؟ عرفت مكانها؟ في واد سواق في موقف الميكروباصات شاف واحد زميله بيوصلها بالليل ليله الفرح محطه القطر. ما انا سائلهم واحد واحد. ما هو يا ريس الواد اللي وصلها ده خاف يقول يخش معاكم في وجع دماغ. عرفت اسم الواد ده؟ ودي حاجه تفوتني يا ريس، اسمه وعنوانه معايا. تروح تجيب لي الواد ده هنا حالا. يحصل حالا يا ريس. انا عارف انك متضايقه وليكي حق تتضايقي، بس هي امي وانا ما كانش ينفع اقول اكتر من اللي قلته. بس هي طيبه والله. وانا مالي انا هي طيبه ولا لا؟ واضح انك لسه زعلانه. طب اصالحك ازاي طيب؟ تصالحني؟ يا سيدي انا مش عايزاك تصالحني، انا مش عايزه غير انك تبعد عني. انا عندي مشاكل وفيا اللي مكفيني، ومش هسمح لحد يزود لي في مشاكلي اكتر من كده. طب ممكن نروح نقعد في حته نتكلم بدل ما احنا واقفين في الشارع كده؟ نقعد في حته؟ نقعد في حته على اساس ايه؟ هو انا اعرفك؟ انا ما اعرفكش ومش عايزه اعرفك. يا سيدي انا مش عايزه منك اي حاجه. افهمها لك ازاي دي؟ هو مش بالعافيه يا اخي. رسالة وصل. على إذنك. والرجالة هيكونوا مستنينك هناك، ها؟ عشان لو احتجتهم في حاجة. مش هحتاج حد يا بابا، دي بطولة. وهاتها وهترجع من غيرها. عايز تجيب بنت سليم في يدك، صحي. هيروح هتطلع هنا قدام الخان كله. بنت سليم مش أهم من أختك. طمن يا بابا، انا هعمل كل اللي اقدر عليه. اللي تقدر عليه واللي ما تقدرش عليه ترجع وهي في يدك، انت فاهم؟ انا خلاص يا ابني، تعبت عايز اعيش، عايز ارجع لدنيتي. ما تعملش في نفسك كده يا حاج، احنا مش مستغنين عنها، وبعدين ابنك ده راجل وقدها وقدود. اوعى ادهم، اوعى ولا اختك تهون عليك، اوعى. تخافش يا بابا.
لا خليكي خليكي، اقعدي يا دليده. انت عارفه يا بنت، انت خليتيني بقيت ابص لك بعين تانيه، بقيت معجبه بيكي قوي. شكرا يا استاذه، بس ليه؟ يعني واحده غيرك وقع تحت ايدها علي بيه بفلوسه وجاهه وعيلته، كانتش سابته لو حتى على موتها. شفتي بقى؟ عشان تعرفي، مع انه ما كانش يستاهل مني كده ابدا، انا ما شفتش منه غير كل خير. بالعكس، انت ربنا بيحبك، انت كده بعدتي عن الشر وغنيتيله. يمكن صح. ايه ده؟ ده كولكشن 2020. 20؟ ده في فساتين حلوه قوي. بالعكس بقى، في ديزاينرز تانيين فساتينهم احلى. قال يعني البنت فقيقه وبتفهم قوي. والله العظيم انا بفهم. عارفه يا بنت يا دليده، انا لو اقدر اعمل فساتين بنص الجمال ده اجيب فيها فلوس زي الرز. ده انا اقدر اعمل زيهم واحسن منهم كمان. هنرجع للفشر تاني. والله العظيم ما بفشر، اديني فرصه. اديكي فرصه ازاي يعني؟ هقول لحضرتك، الماتيريال اللي انا هطلبه من حضرتك تجيبه لي هو بالظبط. الماتيريال اللي انت هتطلبيه اجيبه لك هو بالظبط؟ يعني احنا اللي بنضحك على الزباين ونجيب المتر ب 15 جنيه وناخد فيه الوفات، تخليني اجيب لك من الماتيريال دي عشان اعمل لك زي كده واحسن كمان ونجيب فلوس اكتر؟ طيب انا هجيب لك اللي انت عايزاه، بس وديني لو ما عملتي زي اللي انا شايفاه دلوقتي اللي هوريكي. اختاري انت، اعمل فيكي ايه؟ اعملي فيا اللي انت عايزاه. اقول لك هشغلك بالفلوس اللي انا هدفعها في الماتيريال. ماشي. طيب ان شاء الله هعمل احسن. وعرفت مكانها ازاي؟ واحده كلمتني قالت لي. وقالت لك كده من نفسها؟ بصي، هو واضح ان في مشكله ما بينهم والتانيه بتردها لها او حاجه، ده غير انها هتاخد فلوس. بس اشمعنى اسكندريه؟ وانا ايش عرفني انا زكاوه؟ وانت متاكد من كلام البت دي احسن تطلع نصابه؟ هو انا كده كده هروح، هخسر ايه يعني اكتر من اللي انا خسرته؟ لا يا اخويا، خسران. ايه؟ خسران حياتك، لفك وراها مخسرك حياتك. طب وانت عايزني اعمل ايه؟ تشتغل وتنساها يا ابني. مش قادر لا اشتغل ولا اعمل اي حاجه. يا حبيبي ربنا يورينا فيك يوم يا دليده. ومش قادر تشتغل ولا تعمل اي حاجه عشان عايز تنتقم منها، ولا عشان حبك ليها راكب قلبك ومدلدل؟ ما تاكلوا. ايه ده يا بنت؟ يا بنت الجامده. ايه رأي حضرتك؟ مش كده احلى؟ ده اللي احلى واحلى. تعرفي يا بنت يا دليده، انا هبتدي اصدقك انك دارسه وفرنساويه وكل الفشل اللي انت كنت بتقوليه ده. لا ان شاء الله لما انفذه هيبقى احلى بكتير. لا احلى بكتير ايه؟ انا مش عايزه احلى من كده، انا عايزه زي ده بالظبط. والله في احلى، بس هو حضرتك لو تديني فرصه. هديكي الفرصه يا دليده، حاضر. والله شكلي كده هبقى نجمه الريد كاربت السنه دي. يعني ايه؟ مش فاهم. مهرجان السينما يا جهله. هو انت فكرك ان الفستان ده هلبسه لاي زبونه كده؟ ده انا هلبسه لمايا جوهر. مايا جوهر؟ مايا جوهر الممثله؟ مايا جوهر الممثله. ايه يعني؟ ما هي زبونتي وكل سنه بتلبس من عندي. ما شاء الله. يلا بقى ابتدي تنفيذ عشان نلحق الافتتاح. ايه؟ هو مش انت اللي رسماها؟ هتصوريها تاني؟ يلا ما وراناش غير اننا بنتفرج. طب الخامات هجيبها لك وانت بتصوري على ايه؟ بس ارسمي. مسكت الواد اديته جوزين اقلام، قال لي ان هو وصلها محطه القطر وكان معاها شنطه. الحمد لله انها حيه. احمدك واشكر فضلك يا رب. لما رحت محطه القطر سالت على الراجل اللي كان بيقطع التذاكر في اليوم ده. اعترت فيه ووريته صورتها وافتكرها. قال لي ان هو حجز لها قطر اسكندريه. اسكندريه؟ ايوه امها كانت محبباها في اسكندريه لان اهل جدها من هناك. طب وهي تعرف الناس دي؟ لا ما تعرفهمش.
عمرها ما زارتهم. هلاقيها عندهم بقى، عند غيرهم هلاقيها. لو لقيتها خليك حنين عليها، اوعى تمد ايدك عليها. هي اكيد اتعلمت من غلطها وشافت بهدله ما حدش شافها. خليني حنين عليها بعد كل اللي عملته ده، وانت لسه بتقول لي خليك حنين عليها؟ دي لو رجعت هنا حياه يبقى ربنا بيحبها، اقسم بالله. يا ابني ما تزعلنيش منك بقى. هو انت عندك ابن عم اسمه نادر؟ اه ده اللي انت كنت تتجوزيه صح؟ صح. بس انت عرفتي الكلام ده ازاي؟ ما هي لطيفه وصلت له وجاي يقابلها في اسكندريه قريب. يا نهار اسود، انت عرفتي الكلام ده منين؟ سمعت لطيفه بتكلمه النهارده في البنسيون. نسيت اقول لك، مش مدام انجلا رجعتها النهارده؟ لا يا نسرين، انا لازم الم حاجتي وامشي دلوقتي حالا. تعالي هنا. تمشي تروحي فين؟ هروح في اي حته يا نسرين. يا حبيبتي محدش عارف يوصل لك هنا. لا لطيفه دي مش سهله، اكيد عرفت مكاني. محدش يعرف مكانك يا بنتي انت جايبه الثقه دي منين؟ ما حاولت تقربني كذا مره في البنسيون وانا توهتها. طب انت رايك اعمل ايه؟ ولا اي حاجه، انت تقعدي هنا في الاتيليه وما تتحركيش منه. يا ستي انت متوتره ليه بس؟ مفيش اي حاجه. هو طبيعي انك يوم كامل ما تفتحش فيسبوك، ما تشوفش الانستجرام؟ ده حتى المسجات بتاعتي ما بتردش عليها ولا المكالمات. طب ولو قلت لك اني شفت كل الحاجات دي وما ردتش؟ ما بتردش ليه؟ ما بردش عشان الحاجات اللي انت بعتها دي بنت بتبعتها لحبيبها، خطيبها، جوزها، لكن مش ليه. لان انا وانتي اخوات وصحاب، اخوات وصحاب بس، وعمرنا ما هنبقى اكتر من كده. ايه ده؟ اللي بتقوله ده يا علي؟ بقول لها الحقيقه يا امي. في ايه؟ انا حاولت اقولها لها بطريقه غير مباشره قبل كده ما فهمتش، فاعتقد ان مفيش اي طريقه تانية اقولها لها بيها. ده اخر كلام عندك؟ مش عايز تفكر؟ غير كلام يا بيري. هو كل ده عشان البنت اللي شغاله عند فريده دي؟ لا، ده من قبل كده بكتير. دليده ملهاش علاقه بالموضوع ده. طب ليه هي مش انا؟ طب هي زايده عني في ايه؟ يا ستي ما فيهاش اي حاجه، انت زي الفل. امال ايه؟ هي عملت لك ايه؟ خلتني احبها. فهمتي؟ عن اذنك يا بيري بيري استني بس، طب نشرب حاجه. مع السلامه يا بيري، نورتي. ايه الجنان ده؟ انت ازاي تعمل كده؟ اعمل ايه يا ماما؟ ازاي تعمل البنت بالطريقه دي؟ ما لازم اقول لها الحقيقه، الموضوع خلصان من قبل ما يبدا اصلا. لا بقى مش خلصان، وانا لازم اتكلم معاك في الموضوع ده. طب اتكلم يا حبيبي. عايز تقولي ايه؟ انت عايز تفرسني؟ والله ما قصدي. الله تحفه يا فريده، الفستان يجنن يهبل، مش ممكن. انت ايديكي بجد تتلف بحرير. ثانك يو يا روح قلبي. عارفه انت المفروض مكانك ما يبقاش هنا، المفروض تبقي في ميلانو، في باريس. طالما بلبس سوبر ستار الوطن العربي يبقى كأني رحت ميلانو وباريس. ما تتصوريش انا تعبت قد ايه في الفستان ده. 3 ايام عينيا ما شافتش النوم. لا ما هو باين بصراحه. لا وايه، محضره لك كمان مفاجأة. بتهزري؟ حتة كولكشن ياخد العقل. الكوليكشن الجديد ده كله بتاعي. قمر، اعتبريه خلاص اتحجز. اوكي يا حبيبتي، هدخل بقى اغير الفستان القمر ده اللي انا اصلا مش عايزه اغيره. اتفضلي. فستان هياكل من جسمها حته. متتصوريش انا مبسوطه وفرحانه قد ايه. ايه يا اختي؟ مالك؟ لا ماليش. يا سلام. على فكره دي اهم كلاينت عندي. عارفه يعني ايه كلاينت؟ يعني تضحكي، تقابلي الزبون بابتسامه. حاضر. بقول لك اضحكي. ايه؟ تحبي اقول لك نكته؟ كان هياكل منك حته حقيقي. تسلمي لي يا قلبي. ها اموريني. والله تمنه وصل، مش مجامله حقيقي. ما ينفعش، ده تعبك برضه. ربنا يخليكي.
بصي هو اللي زيه بره بيتباع ب 3000 دولار. طبعا انا عارفه الاسعار بره عامله ازاي، وصدقيني الفستان ده احلى مليون مره من فساتين بره. ثانك يو روح قلبي. وانا الحقيقه بعت زيه فعلا ب 3000 دولار، بس عشان كلامك الحلو ده هاخد منك 40000 جنيه بس. ميرسي. اتفضلي. بلاش دلوقتي مفيش مشكله يا حبيبتي انا عامله حسابي ما يصحش. الحاجه عندك تزيد والله. 2 3 3 4. شكرا جدا. امسكي يا حبيبتي. لا ميرسي. ميرسي ايه؟ مدي ايدك وخدي من الهانم وادعي لها، قولي لها ربنا يفتحها في وشك. ماشي يا حبيبتي، يلا مستنيه الكولكشن الجديد. اكيد. باي باي. تزينيه يا روح قلبي. يلا يلا روحي وصليها لحد العربيه وادعي للهانم. بتتلفي كده ليه؟ يلا. فين؟ انا قلت لك 100 مره شيلي موضوع علي ده من دماغك. علي ولا بيفكر فيكي ولا انت اصلا في بالك. انت حطيتي حاجه في بالك ومصدقاها. لا يا حسن، انا مش مجنونه. انا بجد كنت حاسه انه كان بيعاملني معامله سبيشال. سبيشال؟ الحقيقه انا عمري ما شفت علي بيعاملك معامله سبيشال ولا انترناشونال حتى. علي بيعاملك معامله اقل من العادي. طب انت ايه رايك؟ انا رايي انك تشيلي الموضوع ده من دماغك عشان ما تضيعيش وقت. مش هقدر. انا خليجة الدار يا بارد. وبصراحه كده بقى علي في واحده في حياته. البنت بتاعت الاتيليه صح؟ انا ما اعرفش هي بتاعت ايه، بس اكيد هي للدرجه دي واكله دماغه؟ واكله دماغه؟ دي واكله دماغه ومسيطره عليها. من الاخر كده علي مش شايف غيرها. جيتي هنا ازاي؟ اللي يسأل ما يتوهش. بعدين ما شاء الله حضرتك طلعت اشهر من نار على العالم. من نار على العالم؟ طب هاتي موبايلك. نعم؟ هاتي موبايلك. اهو. شكرا. ما هو انا كده. ثانية واحدة بس، اصبري عليا. بصي بقى دي نمرتي. غصب عنك هتاخديها، ولو حصل أي حاجة هتكلميني، اتفضلي. ما أنت لو معاكي رقم موبايلي ما كنتيش ضربتي المشوار ده كله. لا ما انا كده كنت لازم اعمل المشوار ده. انا ضايقتك مني قوي وانت ما تستاهلش كده. كان لازم اجي لغايه عندك واعتذر لك. انا اسفه، حقك عليا. يا ستي والله العظيم انا مستاهله كل اللي بتقوليه ده مستاهل. انت انسان محترم ووقفت جنبي في ظروف صعبه وعرضت حياتك للخطر بسببي. وحضرتك اساسا ما تعرفنيش وما تستاهلش مني كده بجد. غصب عني والله. انت بس ما تعرفش الضغوط اللي انا متعرضه لها. ضغوط من مين؟ قصدك تقول من مين ولا مين؟ يعني افهم من كده انك ما بقيتيش شاكه فيا خلاص؟ بالعكس، انا مطمنه لك 1000%. انا عارفه انك انسان محترم وشهم ونقي. يعني افهم من كلامك انه كده في فرصه؟ بصراحه لا. ليه؟ استاذ علي انا استاذ علي؟ اسمي علي يا ستي، والله علي. علي انا ما عنديش استعداد نفسيا لاي حاجه. طب واحده واحده يا جديد. والله انا بكلمك بكل صدق. انا لا عندي استعداد احب ولا اتحب. ممكن نغير الموضوع ده بعد اذنك عشان انا حاسه ان انا محرجه. هي المراكب اللي هنا دي بقى كلها بتاعت حضرتك؟ لا طبعا مش كلها بتاعتي، بس في منهم بتوعي. انا شغال دلوقتي على مركب ان شاء الله هتبقى اكبر مركب في البحر ده.
ان شاء الله. وهتسميها ايه؟ والله انا كنت محتار في اسمها بقالي فتره، بس تقريبا لقيته. اللي هو ايه؟ بقول لك بعدين. طيب انا اسفه لو عطلتك. بعد اذنك يا استاذ علي. الحقيقة فستانك يجنن النهاردة. ممكن تقولي لنا ازاي جاتلك فكرة الفستان؟ ميرسي جدا. طبعا الفستان ده من تصميم الفاشن ديزاينر العالمية بالنسبة لي فريدة عسل. وبعدين انا مش عارفة، حاسة ان الفستان ده مختلف عن كل الفساتين اللي عملتها قبل كده بجد. يعني بقول لها ميرسي جدا على الفستان. احنا بنقول لها كمان ميرسي ليكي جدا على الفستان. ده احنا مبسوطين بقى وقاعدين بنلعب على الموبايل وبنتفرج على حاجات. ايه ده ريدة؟ مالك لو يا بوزك كده ليه؟ مفيش حاجه. لا في. طب ويزا دي اكيد ليها سبب. اتكلمي فيه ايه؟ والله يا استاذه انا كنت عايزه اكلم حضرتك في موضوع بس كنت متردده. متردده ليه بس يا بنتي؟ ما تتكلمي. انت في حد ماسك لسانك ولا حاجه؟ بما اني يعني يا استاذه بمسح وبكنس وبفصل وبخيط وبعمل كل حاجه، فكنت يعني ينفع ازود مرتبي بدل 1000 جنيه يبقوا 1500 جنيه؟ يعني انت عايزه تزودي مرتبك 500 جنيه حته واحده؟ والله يا استاذه انا ظهري اتقطم من النوم على الكراسي وعظمي نشف من كتر البرد وهدومي في كل حته مش عارفه احطها فين. كنت عايزه اجر اوضه احط فيها حاجتي واسكن فيها وهتكون قريبه من هنا. نمرودة زي أي حد اشتغل عندي، متطلعة تطلعات أكبر منك بكتير. وانت فكرك كده ايه يا بنتي؟ أنا طلعت لقيت نفسي كده عندي أتيليه وبكسب فلوس كده، تعبت وشيت. انت عايزة تزيدي 500 جنيه حتى واحدة؟ انت طماعة على فكرة. عارفة ده جالك منين؟ لما شفتي بعينيكي مايا وهي بتحاسبني على الفستان ب 40,000 جنيه. والله العظيم أبدا مش كده خالص يا أستاذة. مش كده ايه وزفت ايه على دماغك؟ لا هو كده. انت بتحسديني ومستكترة عليا كمان. ايوه مستكترة عليا. قل اعوذ برب الفلق. يا شيخة حرام عليكوا، ده انا صحتي راحت في الشغلانة. كلكوا طماعين، كلكوا شكل واحد. اسمعي، زيادة انا ما بزودش. احمدي ربنا انك لقيتي مكان يلمك. طماعين فعلا. انا عارفه قلبي الطيب، ما بستحملش ان اي حد يطلب مني اي حاجه. شوفي يا بنتي انا حسيت بيكي، انا هزودك بس بشرط بونص. يعني كل ما تشتغلي اكتر كل ما هديكي فلوس اكتر. كتر الف خيرك يا استاذه، متشكره قوي. طب هو فين بقى البونص بتاع الفستان اللي انا عملته؟ شفتي؟ طماعه وبصل اللي في ايدي. وبعدين انت هتفضلي كده واقفه تجادلي معايا لحد ما تحرقي دمي تقعيني من طولي؟ سيبي الموبايل اللي في ايدك ده. يلا عندك جوه حاجات كده غرزه على المخفي. الهدوم اللي جوه دي تخلص بدل ما تقعدي ده بيخطف النظر. يلا انت هتتنحي. ياه 500 جنيه ليه؟ وانا بسرق الفلوس ولا قاعده على مطبعه؟ احنا طفحنا الدم عشان نبقى بني ادمين. طلعوا كلهم بيدوروا مش انا لوحدي. يا ترى مين فيكم اللي هيطلع عارف مكانها وما ارتص الكل؟ يا ترى حد فيهم عارف مكانها؟
ولا الاتنين عرفوا مكانك؟ يا ماما يا ماما كفايه تقطيم بقى. يعني المفروض كنت اعمل ايه وما عملتوش؟ عايزاك تعدي عليه مرة في الأسبوع، تكلمه كل شوية، أخبارك إيه يا جدو؟ أخبار الشغل إيه؟ صحتك عاملة إيه؟ بابا بيفرق معاه الحاجات دي. يعني انا عملت اللي انت بتقولي عليه ده كان هيمسكني الشغل؟ لو كنت عملت كده من زمان كنت زمانك مسيطر على كل حاجة، بدل اللي اسمه علي ده اللي قاعد على حجره ومكوش على ثروته. وخلي بالك، أنا بقولك من دلوقتي الحق نفسك بدل ما علي يديلك الكتف المحترم. أنا بقولك وأنت حر. حاضر، هعمل اللي انت عايزاه. أموري حضرتك. تاخدي كام وتسيبي ابني؟ 100,000؟ 200,000؟ 300,000؟ لا 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 يا هانم، دي بنت مؤدبة ومتربية، وأنا اتكلمت معاها ووعدتني إنها هتبعد عنه خالص. وعدتك؟ اه. بدليل إنها راحت له الشغل. ده ليه ده؟ انتي رحتي له الشغل؟ بالرغم كل اللي انا حكيتهولك وبرضه رحتي له الشغل؟ أنا رحت أعتذر له عشان أنا غلطت فيه المرة اللي فاتت. يا بنتي حرام عليكي، أنا حذرتك. استني انت بقى يا فريدة. بصي بقى، أنا عرضت عليكي 300,000 جنيه وتشيلي ابني من دماغك. والله بقيتي عاقلة وشلتيه من دماغك، مش هقطع عيشك من هنا. لكن بقى لو فضلتي حطاه في دماغك أنا هحطك في دماغي، ولو حطيتك في دماغي هدور وراكي، ولو دورت وراكي هوديكي في 60 داهية. وحضرتك توديني في 60 داهية ليه؟ هو أنا عملت لحضرتك إيه؟ هو أنا عملت إيه لأي حد فيكم؟ هو أنا ليه بتذل وبتهان؟ هو إيه الافتراء اللي انتوا فيه ده؟ حرام عليكم، إيه الافتراء اللي انتوا فيه ده؟ حربت عليك عيشتك. انت اتهبلتي في مخك يا بنت. انت مش عارفه ده مين وابني مين، وانا حذرتك قبل كده وقلت لك ابعدي عنه. تعالي هنا وزيني محاسيبك يا بنت. انت وعدتيني، انت عايزه تودينا في داهيه. انت اتهبلتي في مخك. والله العظيم حسابك معايا كبير. انا هطحنك. مين باردون يا هانم؟ ما تزعليش نفسك، احنا عشرة عمر. حضرتك زعلك ما يهونش عليا، وانا اوعدك ان انا هبعدها عنه خالص بكل قوتي. ما شربتيش حاجه؟ تحبي حضرتك اعمل لك انا القهوه بنفسي؟ قهوه حضرتك ايه؟ ساده زياده؟ افتكرت اللخمه على الريحه. هعمل حضرتك القهوه على الريحه. شفتش حاجه بنت بتجري هنا؟ لا يا ابني مفيش حد هنا بيخش البحر ده بالليل. انت متاكد يا حاج؟ زي ما انا متاكد ان انا شايفك دلوقتي.
والكلام ده من امتى يا حاج؟ من مده قصيره يا ابني. يعني هي ما جاتش هنا تاني؟ لا. يعني لا سابت لك رقم تليفونها ولا عنوانها ولا قالت لك رايحه فين؟ لا لا لا. يعني انت ما تعرفيش عنها حاجه؟ لا ما اعرفش عنها حاجه، والصراحه لو اعرف مش هقول لك. ليه؟ ليه مش هتقولي لي؟ عشان انا ما اعرفش انت عايزها في ايه، وعشان كمان ما اعرفش اذا كنت ناويلها على خير ولا شر. شر ايه؟ انا ابن عمها. والنبي لو اخوها ما تاخذنيش، ساعات القرايب بتبقى عقارب. يخرب بيت عقلك. ايه يا بنت اللي عمل فيكي كده؟ الدنيا كانت بتمطر. بتمطر فين؟ ما شتيتش هنا. لا مطرت في محطة الرمل. محطة الرمل؟ وانت ايه اللي وداكي محطة الرمل؟ كان في واحدة صاحبتي تعبانة فكنت بزورها. واحدة صاحبتك تعبانة ولا عايزة تهربي وتفلقي مني؟ لا والله العظيم أبدا. عموما اعمليها عادي ولا يهمني. في منك 10 يتمنوا انهم يشتغلوا معايا. وعلى فكرة لو فكرتي انك تعملي حاجة زي دي هتتمرمطي وتتبهدلي وتتضربي بالجزم. والله يا حضرتك هو أنا متمرمطة ومتبهدلة وبتضرب بالجزم بحضرتك أو من غير حضرتك. يا سلام. طب وليه بتقولي كده؟ تكوني زعلانة علشان الكلمتين اللي اديتهم لك قدام سوزي هانم؟ كلمتين؟ ده انت حضرتك سلمتيني ليها بايديكي وقعدتي تهزقي فيا وتهينيني قدامها كأنك ما تعرفنيش وحضرتك عارفة ان انا ماليش ذنب. طب انا هاخد رأيك في حاجة. لما يبقى اب ماشي مع ابنه الصغير وابنه الصغير ده يغلط ويلطش له قلمين وفي الاخر ياخده تحت باطه ويدخل بيه البيت، تفتكري ليه؟ معرفش ليه. عشان الناس ما تدوش على قفاه. هو ده اللي انا عملته. انا حميتك يا هبله. ماشي كتر خيرك. خلينا بقى في المهم. خلينا في ايديكي دي اللي تتلف في حرير وتكسبي من وراها الذهب. ازاي بس؟ بسيطه. تخلصي لي وتشتغلي معايا. انا بتعب وبشتغل وبعمل كل حاجه وما باخدش اي حاجه. شفتي بقى؟ ظلمتيني. انا اللي المفروض ازعل منك. عندك فكره ان انا محضره لك مفاجاه؟ انا ناويه اديكي 500 جنيه عن كل فستان تسلميهولي. ايه رايك بقى؟ ماشي كتر خيرك. شطوره حبيبتي. اجري يلا يلا غيري هدومك دي متمرمطه وشكلك بصراحه بالبلا. يلا. حاضر. وبعدين تعالي هنا. انت اتهبلتي في مخك؟ ازاي بنت تدخلي من بره وجزمتك كلها ظبط كده؟ انا اسفه معلش. حاضر هغير دلوقتي. هغير. يلا بسرعه غيري. حاضر. لا الجزمه هنا. حاسبي السجاده. يا سماحه ما تضيعش مننا الفرصه دي. دول 50 باكو. 50 باكو ايه ولا 100؟ انت عايزاني انا ادل على علي صقر عشان يعرف ان انا اللي دلت عليه، يحط لي في دماغه هو بجده؟ هيعملوا لك ايه يعني؟ لا يعملوا لي كتير. بدايتها كده هيقفلوا مكان اكل عيش، ثانيا بقى هيطلعوا لي 100 حاجه وحاجه، وخد يا ستي قصاد ال 50 باكو حياتي كلها هتروح. طب ادلهم انا. يا بنتي انت اتجننتي؟ قسما عظما لو جبتي سيره علي مع الواد ده لا هخلي ايامك سودا نفس الايام اللي هيوريها لي بالظبط. خلاص يا اخويا. طب بقول لك ايه؟ مش عايزه تلبسي حد؟ ابوس ايدك. ما تلبسي البيت صاحبتي. يا اخويا اتوكس، مش هترضى تفتح بقها في حاجه تخص دليده. خلاص قولوا في ده يا بقى انت التلاته، ده تكون قرف. اتفضلي يا استاذه. ثانك يو حبيبتي. استاذه فريده، لو حد جه سال عليا قولي له انك ما تعرفيش اي حاجه عني. حد زي مين؟ معلش والنبي اعملي كده. اعمل كده. تعالي هنا، خدي هنا يا بنت. انت يا بنت
انت عبيطه دي ولا مجنونه ولا ايه بالظبط؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمعت كنت بسأل على واحدة اسمها دليدة، تعرفي عنها حاجة؟ دليده؟ دليده ده اسم مصري ولا اسم اجنبي؟ يعني ما جاتش تدور على شغل هنا؟ لا 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 اطلاقا. انا كل البنات اللي عندي هنا بيشتغلوا عندي بقالهم سنين. ما اعتقدش ان في واحده عدت عليا او مرت اسمها دليده. بس قولي، هو حضرتك بتدور عليها ليه؟ هي سرقت منك حاجه؟ لا أبدا، يا ريت. طيب امال بتدور عليها ليه؟ عشان هربانة مننا. هربانه منكم؟ وانتوا مين؟ احنا أهلها. ولما انتوا اهلها تهرب منكم ليه؟ دي قصة كبيرة بقى، ما تشغليش بالك بيها. يعني انت ما تعرفيش عنها حاجة خالص. شكرا. العفو. من فضلك لو عندك تليفون او بيزنس كارد تقدر تسيبهولي، بحيث يعني انها لو جت دورت على شغل او شفتها اقدر اكلمك وافيدك. أوي أوي. ده البيزنس كارد بتاعي. ثانك يو. شكرا. انت يا بنت، بنت يا دليده. نعم. بقول لك ايه، انت بنت بتاعت حوارات اصلا وانا مش مستريح لك من الاول. وانا هحور عليك بتاع ايه؟ انت عماله تفركي وتروحي وتيجي، ولا شفت دليده ولا شفت خالها. وحياة ده قبل الليله دي ما تعدي لاكون جايبها لك. هو انت عارفه مكانها اصلا؟ هنعرف دلوقتي. انا مستنيه نسرين. لا قوه الا بالله. نسرين مين؟ نسرين دي الشق بتاعها، وهي اللي هربتها من هنا. ونسرين دي عارفه مكانها؟ هي الوحيده في اسكندريه اللي تعرف مكانها. ماشي، هنشوف. استغفر الله العظيم يا رب. بقول لك ايه، انا تعبت معاكي. هو انت هتفضلي تنقطيني كده بالكلام؟ والله العظيم اللي انا قلته لحضرتك هو اللي حصل. يا بنت ما تجننينيش. انت عايزه تفهميني ان انت هربتي منهم عشان عايزين يجوزوكي واحد مش على هواكي وانت ما بتحبهوش؟ بالظبط كده، وشويه مشاكل عائليه تانية. مش عارفه ليه انا من جوايا كده مش مرتاحه لك ومش مصدقاكي. طب هيكون ايه اللي حصل؟ يعني زي ما بيحصل في كل الدنيا، يعني يكون حد قفشك ماشيه في سكه مع واحد، تكوني خطفتي واحد من على مراته، سرقتي لك سرقه وجريتي بيها. ايه يا استاذه الخيال المريض ده؟ انا خيالي مريض؟ لا انت اتهبلتي يا بنت في مخك ولا ايه؟ هو انت كده فكرك ان المساله صنفه صو؟ ايه في ايه؟ ما تحترمي نفسك. انا ما اقصدش، انا اسفه، بس انا اقصد يعني انا برضو بتاعت الحاجات دي. وانا هتعب نفسي معاكي ليه؟ انا هكلم الشاب الحليوه اللي جه سأل عليكي وهو يرسيني على كل الفوله. لو النبي بلاش هزار في الموضوع ده حتى، الله يخليكي. يا هبله انا بهزر معاكي فعلا. انا لو كنت عايزه اسلمك كنت سلمتك من ساعتها. انا عارفه، وانا مش عارفه اشكرك ازاي والله. بس هو حضرتك خدتي نمرته ليه؟ يعني اخدت نمرته عشان اثبته ما يجيش يسأل عليكي. اصل انا قلبي طيب قوي. شفتي بقى؟ انا كده كنت بحميكي. هديكي زي اللي هديهولها. يا بنت ده في جيبك بالقرشين دول، ولا دليده ولا غيره ولا حد هينفعك. ما انا عارفه ان انا محدش هينفعني، ده حتى امي ما كانتش هتنفعني. تفتكري ان امي يعني هتديني مبلغ زي ده؟ ايوه كده، انت نسرين صاحبتي اللي انا اعرفها. فين بقى؟ يا ريت كنت جيت من يومين، كان زماني خدت منك الفلوس اللي انا كنت هاخدها منك. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ما هي دليده مشيت، دي زي اسكندريه خالص. يا بنت بلاش فتي، انا قلت انك شغلت دماغك. طب وحياتك عندي زي اسكندريه. وراحت فين؟ راحت الاقصر واسوان، اصل هي لقت شغل هناك.
فراحت خدت القطر ومشيت. ده انا اللي موصلها المحطه بنفسي. بسم الله ما شاء الله، لقيت شغل في الاتنين مع بعض. البت رزقها واسع. ايه ده، هما اتنين؟ انا كنت فاكراهم واحد، هما مش محافظه واحده. لا يا حبيبتي، دي اشتغاله واحده. وهو صدق اني سبت اسكندريه؟ بصي، هي حاجه من الاتنين، يا اما صدق انك جيتي ومشيتي، يا اما صدق ان انت ما جيتيش اسكندريه دي اصلا عشان لطيفه دي اللي قعدت تحور عليه. وبين في الحالتين هو عارف انك مش هنا. ربنا يستر. هيستر ان شاء الله. انت قلقانه ليه؟ لازم اقلق يا نسرين، دول قربوا قوي قوي. ده نادي رجالكم وادهم سال عليا في الاتيليه، وحسام شافني على البحر. والله ما تخافي. ازاي بس؟ لازم اخاف، ده انا حاسه انها ضاقت عليا قوي، حاسه ان هم خلاص هيلاقوني. دول لو لاقوني هيذبحوني، يا اما هيرجعوني السجن اللي كنت عايشه فيه وبرضه هيذبحوني. انا مش قادره اصدق، انا حاسه ان اسكندريه دي كلها بقت اوضه وصاله. يا ستي مفيش كل الكلام ده، تفائلوا بالخير تجدوه. يا رب. مفيش حاجه ان شاء الله، مفيش حاجه. يوه يا ابني زهقتني، خنقتني، عمال تلف وتدور. وعايز ايه يا جدو؟ اعمل لك ايه يا جدو؟ تشرب ايه يا جدو؟ قول لي طلباتك ايه، عايز ايه؟ يعني انا غلطان اني بهتم بيك يا بارون؟ لا ما انتش غلطان يا هيثم، بس لما يبقى ده من قلبك ونابع بصدق مفيش مانع. انما لو كان بتخطيط من امك لا بلاها. ونرجع زي الاول يا هيثم، توديني كل شهرين 3 وتشوف طلباتك ايه وانا تحت امرك. طب وحياتك بلاش تحلف بحياتي كدب يا هيثم. قول لي محتاج ايه؟ محتاج تثق فيا يا بارون، تعتمد عليا، تعتمد عليا زي ما انت بتعتمد على علي كده. مش بالكلام يا هيثم، بالشغل، بالعمل، بالسلوك، وانا اقرر واحكم. حلو قوي، اديني بقى بوزيشن حلو، مسكني مسؤوليات، شوف انا هعمل ايه. تعال يا علي، تعال شوف ابن عمتك. صباح الفل يا جد. صباح الفل يا حبيب جد. ازيك يا حبيبي؟ ايه ده؟ هو الاخ ده بيعمل ايه هنا؟ ايه اللي حصل للدنيا؟ يعني ايه اللي حصل؟ هو مش جدي زي ما هو جدك ولا ايه؟ لا طبعا جد انا، انت يا ابني ما اعرفكش. هيثم عايز بوزيشن عشان يعرف يدي في الشغل كويس. شغل؟ لا هيثم مش فاضي للشغل يا جدي، وبعدين ده باشا، الباشوات بياخدوا فلوس بس ما بيشتغلوش. هيفضل بقى مطلع عليا السمعه ديت ويفضل هو قلبني. يا عم بهزر معاك والله، ده انا نفسي يشتغل معايا، على الاقل هتشيل من عليا شويه. بارون يوافق بس، وانا من ايدك دي لايدك دي. انا لازم امشي عشان عندي مشوار. تؤمر بحاجه يا بارون؟ مع السلامه. سلام يا علي. مع السلامه. مع السلامه. والله غلبان الواد هيثم ده، عايزين نشغله معانا يا جدي. انت اللي طيب يا علي، خلي بالك من الواد ده. خلي بالي من هيثم؟ ده ليه؟ ده تعبان يا علي، خلي بالك منه. تعبان مره واحده؟ هو مش ابن بنتي؟ وانا بقول لك تعبان، ولو لقي فرصه يزيحك وياخد مكانك هيعملها. خلي بالك يا علي، انا بفهم في الناس كويس قوي. طبعا يا جدي انت بتفهم في الناس، بس انا بصراحه مش حاسس كده خالص. لا تبتدي تحس بقى وتاخد بالك يا علي. كمان خلي بالك لانه امه هي اللي بتخطط له. عمتي؟ لا جدا، عمتي بصراحه بحسها طيبه جدا. كانت طيبه، هي امك كانوا طيبين، بس على راي المثل الفلوس بتغير النفوس. وكتر الفلوس يا علي يا اما بتزيد القلوب رحمه يا بتزيدها قسوه. خلي بالك يا علي، انا خايف عليك، خايف عليك، وربنا معاك. بجد يا حسام؟ شفتها؟ شفتها. وما رجعتهاش ليه؟ هربت مني، طلعت تجري، جريت وراها ما لحقتهاش، اختفت. صحتها كويسه؟ زي القرد. طب الحمد لله، الحمد لله. بس قسما بالله العظيم ما هسيبها. لا يا ابني، سيبها،
سيبها تعيش في سلام بعيد عن المشاكل والصراعات اللي هنا. أنا لما مشيت كنت هتجنن، كان قلبي واكلني عليها وكنت حزين عليها جدا. بس لما طمنت لي دلوقتي أنا قلبي ارتاح. تحاول. مش هينفع اسيبها. لو سبتها هيموتونا هنا بالحياة، هيفضلوا قافلين علينا كل حاجة، لازم ترجع. يا ابني يموتونا أحسن ما يموتوها. على الأقل هي مالهاش ذنب. واوعى تقول لحد على مكانها، ها؟ لو حد عرف مكانها هيروحوا لها ويقتلوها. سليمان وابنه مش ساكتين ومش ناسيين. لا اطمن، هما كده كده عرفوا مكانها. يا عالم بس لقوها ولا لسه. هو انت ما بتاكلش ليه؟ لا لا، ما انا باكل. بس انا بصراحه مش مصدق انك وافقتي تتغدي معايا. والله العظيم ما مصدق. خلاص بقى، دي رابع مرة تقولي كده. وبعدين هو ما كانش فيه غير المكان ده في اسكندرية اللي مصر كلها ممكن تشوفنا فيه. لو مش عاجبك نغير. لا خلاص خلاص خلاص. هو انت خايفه من حد؟ حد واحد بس؟ انا بتكلم بجد. والله ده ولا 100 واحد. ايوه ليه يعني؟ مش عايزة مشاكل. مشاكل؟ خلي حد كده يعمل معاكي مشاكل وانا اوريك انا هعمل فيه ايه. ممكن توطي صوتك؟ طب اقول لك حاجة. قولي. ده السبب اللي خلاني اجي اقابلك. اللي هو ايه؟ وضحي. الأمان. الأمان اللي أنا مفتقداه. أنت عارف إن امبارح كان قلبي هيقف من كتر الخوف. خوف؟ ايه اللي حصل لك؟ وازاي ما تكلمنيش؟ ما كانش ينفع يا علي. أنا عندي مشاكل كتيرة أوي مش عايزة أدخلك فيها. يا ستي وانت مالك؟ انا عايز اخش جوه مشاكلك واحلها معاكي. مشاكل كبيرة أوي يا علي. قدها وقدود. أنت قصدك مش فاهم. طب فهميني يا ستي. وانا لو ما عرفتش احلها معاكي ما تعرفينيش تاني. وأنا مش هقدر أعمل كده. أنا ما يهونش عليا تتأذي بسببي، وأنت مالكش ذنب في حاجة. بليده مش فاتحه صدر ولا برمجه. بس انا ما حدش يقدر يأذيني. وانت لو قلتي لي مشاكلك ما حدش هيأذيك انت كمان. وأنا عمري ما هعمل كده. هي الناس دي بتبص علينا كده ليه؟ اولا لاني باجي المكان ده كتير وعمرهم ما يشوفوني مع واحده. ثانيا يعني سعادتك زي القمر. أنا؟ حرام عليك. ده البنات هنا حلوين قوي. حلوين قوي بس فيك. دليل انا عارف المشاكل اللي انت مريتي بيها ومقدر كل ده كويس. على فكره انا لو عايز اعرف قصتك وايه اللي حصل لك انا ممكن اعرفها. بس انا حابب اسمع منك انت. أنا عارفة ومقدرة ده والله. بس خلي بالك انا مش هستنى ما تتأذي. لو حسيت بس ان حد هيأذيك انا هتدخل من غير ما اقول لك. أنا لازم أمشي. ليه؟ انت ما خلصتيش اكلك؟ معلش عشان متأخرة. طيب استني اوصلك. لا لا لا، أنا هروح لوحدي. طب هشوفك تاني ازاي؟ لما أحب أحس بالأمان هكلمك. هيا عملت ايه؟ ما لقيتهاش. انا قلت لك ما ترجعش الا وهي في يدك. كنت عايزني اعمل ايه يعني؟ عايزني ابات في الشارع؟ تدور عليها. انا ما سبتش مكان في اسكندريه لما دورت عليها فيه. يعني هي مش في اسكندريه؟ لا في اسكندريه. امال ايه؟ بابا اسكندريه دي فيها ملايين. يعني اسهل لك تلاقي ابره في كوم قش. لو ما لقيتهاش يعني هعرف الاقيها.
وفيه بدل الراجل 1000 يتمنوا يخدموني. قصدك ان انا مش عايز الاقيها؟ انت عايز الحق؟ انا ما بقتش عارف مين اللي اغلى عندك، اختك ولا بنت سليم؟ نور دي اغلى عندي من نفسي، بس احنا لازم نفوق لنفسنا شويه. مش هنركز ونفوق غير لما ناخد بطرها. انا ممكن اخدهولك من اخوك او ابن اخوك النهارده قبل بكره. يبقى الاول لازم هي تموت واخوها يموت. لازم نحرق قلبه عليهم قبل روحه ما تطلع. لا انا مش مصدقه عينيا. برافو عليك يا دليده، ده انت طلعت ايدك فعلا يا بنت تتلف في حرير. انت ما تستاهليش على الفستان ده 500. انا هديكي 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ ايوه مبسوطه؟ حلوين. ما ينفعش يعني يبقوا 3 أو 5؟ لا ده انت بتستعبطي بقى. 3 ايه و5 ايه؟ انا عايزه افهم انت دماغك راحت لفين؟ بطلي تطلعاتك اللي ملهاش اي 30 لازمه دي. لا والله ابدا، انا بس يعني قلت الفستان حلو قوي واكيد حضرتك هتبيعيه ب50,000 جنيه. يا نهار اسود ومنيل، انت اتهبلتي في مخك؟ هو انت كمان بتبصي لفلوسي؟ بتبصي لي في رزقي؟ بتبصي لي في اكل عيشي؟ انت اتهبلتي في مخك ولا ايه؟ بقول لك ايه، ما تخلينيش اتزربن واقلب عليكي والجنونه تطلع. اجري غوري من قدامي، روحي اعملي لي فنجان قهوه. عصبتيني. انا اسفه. حاضر. اف 5000 جنيه، 5000 كوب عليكي. حته فستان جيت في وقتك يا حبيبي. الو، كومون سافا؟ انا ما بسالش عليكي لاني كنت فعلا تعبانه جدا 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 عشان بجهز فستان مش عايزه اقولك قد ايه رائع وجميل. هو اخر ميعاد للتقديم في الفاشن شو امتى؟ بعد بكره. طبعا عايزه اقدم فيه بليز. طبعا عارفه اسامي الناس كلها اللي داخلين، وبعدين الديزاينرز اللي انتوا جايبينهم اكيد مش هيكونوا احسن مني. معلش اديني فرصتي وشوفي الفستان اللي عندي. عارفه ان انتوا جايبين ناس من بره، وفيها ايه يعني؟ على فكره انا متاكده ان في ناس هنا ومنهم انا احسن من ناس كتير قوي قوي بره. خلاص اوكي، واوعدك ان الفستان اللي هبعتهولك بكره الصبح هيوقف اسكندريه كلها على رجل. ده انا فريدة عسل. رفوار يا روحي. باي. يا أدهم ما تنفخش في قربة مخرومة. دليدة ولا كانت عمرها هتبقى ليك ولا هتكون ليك. انساها، شيلها من دماغك وفكر في نفسك وفي مستقبلك وفي اللي بيحبوك. انت يا اخويا يعني مش هتكمل بقية حياتك راهن. عايزه مني يا خلود؟ عايزك تفكر. فكر في ايه؟ في اللي شارياك وتتمنى لك الرضا ترضى. ده اللي هو انت؟ ها؟ ايوه انا، ومفيش غيري اللي مستعده تعيش تحت رجليك طول عمرها. بس انا مش مستعد. طب فكر، ادي لنفسك فرصه. لا مش هجرب. سلام يا بنت عم. ده انت بتلعبي على كل لون بقى يا خلود. ليه يا اخويا وانا كنت لعبت عليك؟ لعبت عليا وقلت لي ان انت هتفكري، وطالما قلت لي ان انت هتفكري ما ينفعش تقفي مع ابن سليمان. لا يا حسام، انا اقف مع اللي عايزه اقف معاه. بعدين يا اخويا انا قلت لك هفكر عشان اخلص منك ومن غتاتك دي، وبعدين المحروس اختك عملته في اخويا مالكش كلام معايا اصلا. طريقك وردي يا حسام.
القهوة. ثانك يو يا داليدا، تعبتك معايا. أستاذة فريدة، هو حضرتك هتشتركي في المسابقة بالفستان بتاعي؟ ايه ده؟ هو انا اجيبك واقعدك واتويكي وفي الاخر تقولي لي الفستان؟ انت كنت بتتفنطي عليا يا بت؟ لا والله أبدا، أنا سمعت حضرتك غصب عني. يعني ايه يا بت؟ ما تفهميني. وبعدين ايه بتاعك دي؟ أقصد الفستان بتاعي اللي أنا عاملاه. اللي انت عاملاه؟ عاملاه ازاي يعني؟ ما انت عاملاه هنا في الاتيليه بتاعي بالمكن بتاعي وبالخامات بتاعتي وبفلوسي انا. أيوة ما أنا عارفة، أنا ما قلتش حاجة. لا ما قلتيش حاجة ازاي بقى؟ ده كلمة بتاعي دي يعني كأنك قلتي كل حاجة. لا أنا كنت بسأل بس. يا ستي، هشارك بالزفت الفستان ده في مهرجان الموضة. في حاجة؟ طب هو حضرتك هتشتركي فيها باسم حضرتك؟ لا، باسم عم حسين الخضري. طبعا باسمي. طب هو ما ينفعش اسمي يجي ورا اسم حضرتك؟ اسمك انتي يتحط جنب اسمي انا؟